تعبت قوي مش قادر. تعبت من ايه وفي ايه؟ نيرة حامل. داليدا بصت لليل وهي بتحاول تستوعب اللي هو قاله، مسكت جامد في الكرسي اللي كانت واقفة جنبه لأنها حست إن الدنيا عمالة تلف بيها. انت بتقول ايه يا ليل؟ حامل ازاي يعني؟ نيرة قالت لي إنها حامل مني يا داليدا. يعني دلوقتي المفروض إن في طفل جوه الشيطانة دي. يعني ايه؟ مش عارف. مش عارف، أنا خلاص تعبت ومش قادرة أفكر. كل ما أفكر ألاقي كل حاجة عمالة تبوظ وأنا حقيقي مش قادرة خالص. ونزلت دموعه. مش من حقي افرح زي باقي الناس، الفرحه مش مكتوبالي، حتى انت مش عارفه تفرحي معايا، كل ما اقول حاجه اتحلت الاقي حاجه تانية لازم تتعقد. ده ليه؟ ده انا بعذبك معايا. تيجي نبعد عن بعض وتشوفي حياتك؟ طول ما انت في حياتي هتلاقي الحزن اكتر من الفرح. انا بحبك قوي والله، والكلام اللي بقوله ده صعب عليا قوي. اوعي تفتكري انه سهل، بس انا مش قادره اشوفك ان انا بعذبك وانت حياتك كلها كده، وان حياتي كلها ماشيه عكس وضدي. يا دليده ابعدي عني احسن. داليدا كانت بصله من غير ولا كلمة، يديلها ظهره. صدقيني حقك عليا، أنا آسف، مش هزعل منك إنك محتاجة تشوفي حياتك، بس ده الصح. راحت جريت عليه وحضنته من ظهره وتعيط. مفيش حياة بعدك يا ليل، الحياة في وجودك انت وبس. لا يا ليل، لا يمكن أبعد عنك ولا سيبك، وانت كمان اوعى تجيب سيرة البعد دي مرة تانية. ما ينفعش نبعد عن بعض، أنا وانت لازم نفضل مع بعض يا ليل، ونعوض بعض عن كل حاجة عشناها واحنا مش في حياة بعض. وبعدت عنه وقفت قدامه. مش هسيبك يا ليل، ما ينفعش اسيبك، وبخصوص طفل نيرة محدش عالم ممكن يحصل ايه يا ليل، وربنا بيسبب اسباب كتير قوي. وراحت خدت ايده وحطتها على بطنها. لكن كل اللي اعرفه ان ابننا محتاج لنا سوا يا ليل، الطفل او الطفلة عايزين يجوا على حياتنا واحنا سوا، وحتى لو حملك من نيرة كامل ده ابنك او بنتك زي اللي في بطني بالظبط. مش هضيع عمر تاني وانا مش معاك، حتى لو كانت ثانية مش هتضيع وانا مش جنبك يا ليل. ليل فرح من كلامها وحضن وش داليدا بكل حب، وهو مصدوم انها ازاي قلبها ابيض كده، وراح شدها في حضنه. ربنا بعتك تطبطبي على قلبي يا داليدا. حضنته وهي موجوعه قوي لانها ما كانتش عايزه اطفالهم يكونوا غير من بعض وبس، لكن كانت شايفه انه موجوع بما فيه الكفايه. خدته وقعدوا سوا، وراح ليل حط دماغه على رجل داليدا. مش عارف افكر، تعب. كانت حزينه عليه وعماله تلعب في شعره. ممكن بلاش تفكر في حاجه وسيبها تمشي زي ما ربنا رايد وبس. حاضر ونعم بالله. وفضلت تلعب في شعره وتهون عليه لحد ما نام. راحت قامت بالراحه علشان ما يحسش بيها وتغطي ليل كويس، وراحت دخلت التراس، وقفت ورفعت عينيها للسما. يا رب، ليه كل ما اقول خلاص هنكمل واحنا مبسوطين يحصل حاجه توجع قلبنا؟ ليه يا رب؟ صعب عليا احساس ان ست تانية طفل ليل بيكبر جواها. وكانت حزينه قوي، وفضلت واقفه في التراس وهي عينيها للسما لحد ما تعبت من الوقفه، ودخلت نامت جنب ليل وهي عماله تتامل ملامحه اللي باين عليها الحزن والوجع. راحت بسيطه من خده وراحت نامت في حضنه. مر اليوم عليهم بشكل طبيعي وعادي من غير اي احداث تانية. وتاني يوم صحيت دليدة. ليلو يلا يا روحي اصحى عشان نفطر سوا، كل ده نوم؟ يلا يا استاذ، يعني انت مش هتصحى بالذوق؟ وراحت جابت صاروخ وراحت حطيته على الارض، وراحت جهزت الصاروخ وفرقع. ليل فتح عينه. ايه ده؟ في ايه؟ مكان بالذوق. اه يا بنتل. راح قام جري وراها وهي بتجري وهي بتضحك. لا 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 مش قادره، انا حامل، هجري اكتر من كده، النونو هيقع مني وده ما ينفعش خالص. يرضيك النونو يقع مني يعني؟ لا طبعا ما يرضينيش. وراح شالها. لا 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 نزلني كده، النونو هيترج جوه زي ما بنرج ازازه العصير بالظبط. يترج؟ مش عارف بتجيبي الكلام ده منين، اصل انا مولوده في الحته الجوانيه. الجوانيه كمان؟ لا كده انا اطمنت على مستقبل ابني قوي بصراحه. اطمنت قوي ولا نص نص؟ احب اطمنك الى ما لا نهايه. ضحك عليها وكانوا عمالين يضحكوا من كل قلبهم، وراح خدها ونزلوا على تحت. انا اللي هجهز لك الفطار، اذا كان كده ما عنديش ادنى مانع. جهز، حد يلاقي الدلع ويقول لا ده يبقى غباء. ضحك عليها وبدا يجهز لها الفطار، وهي كانت عماله تبص عليه وهي مبسوطه قوي. اطلع حنون زي بابي يا حبيبي. ليه ما يكونش زي مامته القويه الشجاعه اللي بتحب تساعد كل الناس وقلبها ابيض قوي؟ فرحت من كلامه قوي وجهز كل حاجه وحط الاكل على السفره، وجت تاكل حاسس ان معدتها قلبت. ايه يا حبيبتي مش بتاكلي ليه؟ مش عارفه، ريحه الاكل، مش قادره، ماليش نفس. عايزه تاكل حاجه معينه طيب اجيبها؟ اه عايزه مشويات، هاتلي كفته يا ليل. بس كده حالا يا قلب ليل، شكل كده دخلنا في فتره الوحم. وراح عمل مكالمه وطلب لها الاكل اللي هي عايزاه كل حاجه، وراح الباب خبط وصل الدليفري، وراح ليل حاسبه وخد منه وراح دخل وقرب منها. الاكل وصل يا عيون ليل، يلا علشان تاكلي. وراح فتح الاكل وحطه قدامها، وراحت بدات تشيل كل الكفته من الطبق. انت بتعملي ايه؟ استنى يا ليل عليا بس، مالك مستعجل كده ليه؟ وراحت شالت كل الكفته وراحت مسكت البقدونس اللي بيكون تحت الكفته ونزل عليه زيت الكفته. اهو ده اللي انا عايزاه. مش فاهم. بدات تشم في ريحته. يجنن. انت عايزه كفته عشان تشم ريحه البقدونس؟ ايه فهمك انت؟ دي متعه تجنن، انت ما تعرفش حاجه خالص على فكره. وراحت كلت البقدونس. يا سلام طعمه يجنن. لا 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 مش قادره. الطفل اللي جوه نباتي ولا ايه؟ انت بتهزري صح؟ مش انا يا ليل، ده هو اللي عايز كده، النونو عمال يتوحم، اعمل له ايه؟ لا والله. اه يا ليل، هو انا ممكن اعمل الحركات الغبيه دي برضه؟ عيب عليك والله. انا حاسس ان انت اللي محرضه الجنين مش هو اللي محرضك، اصل انت يطلع منك اي حاجه عادي. ما كانش العشم يا ليلو والله. خلاص كل انت الكفته، انا كده كلت. مسكها من هدومها. البرستيج طيب. رايحه فين يا حبيبتي كده؟ قوليلي كده انا سامعك. شبعت.
اقعدي كلي يا استاذه والا هولدك مكانك يا دليده وانت حره. انت ازاي قلبك قاسي قوي كده؟ انا برضو كلي يا حبيبتي ربنا يهديك. هو انا جايب لك الاكل عشان تاكل الخضار اللي تحت الاكل ده؟ في غذا تعرف منين انت؟ صبرني يا رب، شكلي هتعب معاكي في شهور الحمل دي. البدايه عامله كده، امال بعدين هيحصل ايه؟ كل خير يا ليلو. وقعدها تاكل وكانوا عمالين ياكلوا سوا وهي مش قادره، لكن هو مصمم انها تكمل اكلها، وفعلا خلصت اكلها وراح شال. تهتم باكلك وبلاش دلع، فاهمه؟ امال. وقعدوا سوا وكان عنده شغل. هروح الشركه وارجع لك. ماشي يا حبيبي ربنا معاك. بس بقولك ايه، قبل ما ارجع انا هروح على الفيلا. نعم يا اخويا، ايه عايز تطمن على ابنك ولا ايه؟ وحطت ايديها في وسطها. عايز تخوني وانا حامل؟ لو خنتك وانتي مش حامل عادي يعني ولا ايه؟ انا مش بهزر يا ليلى. عايز تروح على الفيلا ليه وتعمل ايه في الفيلا اصلا هناك؟ يا ستي مش عايزهم يشك اني ببات بره يوميا ويبداوا يراقبوني بقى ويبقوا عايزين يعرفوا انا فين ولا ببات فين، فانا اروح اعمل نفسي طالع اوضتي عادي وانام وبعدين انزل واجيلك. طيب يا سليل، عارف لو فكرت مجرد تفكيرك عقلك يوزك وتخوني تاني مع البت المقشفه دي هعمل فيك ايه؟ ضحك عليها. عارف يا حبيبتي ما تقلقيش، مش هعمل حاجه، انا محترم ومش خايف. ما عشان كده هي حامل، امشي من وشي. ضحك عليها وراح بس دماغها بكل حب. هتوحشيني وانت كمان هتوحشني قوي. وراح خرج وراح على شغل، وكان معاه كذا حاجه في الشغل عملها، وخلص شغل وراح على الفيلا زي ما قال لدليده. وقفت قدامه تغريد. الفتره اللي جايه لازم تهتم بمراتك واللي في بطنها يا ليل. مالكيش دخل بحياتي يا مرات ابويا. وراح طلع على فوق وهو متعصب وقعد على السرير شويه، ودخلت له سميحه. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله. عملت ايه مع دليده؟ الحمد لله اتقبلت الموضوع وما حصلش مشكله. طب الحمد لله يا ليل. قلقت قوي، كنت عايزه اطمن انك بخير وان دليده ما عملتش مشكله. الحمد لله عدت، بس انا مش عارف اعمل ايه مع نيره واللي في بطنها. مش عارفه اقول لك ايه يا ليل، بس الطفل ملوش دخل بافعال امه. عارف، وانا مش كنتش عايز عيال من حد غير دليده، كنت عايز دليده تكون هي ام عيالي كلهم. عارفه، بس نقول ايه، ربنا عايز كده يا ليل. ربنا يعمل الخير. طب بقول لك ايه، عايزك تساعديني اخرج من غير ما حد يحس. انا كده عشان خاطر محدش يشك في غيابه ويدوروا انا بروح فين وببات فين، ومش عايزهم يعرفوا ان دليده معايا. مش عايزه تكون في خطر. طيب يا ليل تعالى خرجك. قام وقف وراحت حاطط المخده كانه ليل نايم وتغطي المخده كده، كانك انت نايم، والصبح اول ما اصحى اشيل المخده دي وكانك نزلت. حلو قوي، شكرا يا احلى داده في الدنيا كلها. وراح بس دماغها. مش عارف اقولك ايه على كل حاجه بتعمليها معايا يا ست الكل. اشمعنى بتحكي لي انا على كل حاجه؟ لاني واثق فيكي وبحبك وجوايا حاجه ناحيتك بتخليني حتى لو مش عايزه احكي بحكي، كانك عامله لي عمل. بهزر، بس انا واثق فيكي لابعد حد، وانت غاليه قوي عندي وبحبك جدا. كلامه عنها كان مفرحها قوي، وكانت الضحكه مرسومه على وشها، وخدته ونزلت بيه على تحت وخرجته من غير ما حد ياخد باله. شكرا يا قمر. العفو على ايه يا حبيبي. وراح مشي وهي دخلت على جوه، وكانت مبسوطه من كلام ليل، وكانت عماله تتخيل ردة فعله لما يعرف انها امه. قربت نيره من التغريد وقعدت وكانت سرحانه. هتفضلي قلب ابوزك كده كتير يا نيره؟ عايزه مني ايه؟ سيبيني في حالي. جوزك رجع وفي اوضته، اعملي اي حاجه صلحي علاقتك معاه، وعقلي يا نيره وفكري في مصلحتك. اتعصبت نيره وقامت وهي لسه موجوعه من كلام ليل انها ما ينفعش تكون امه، والكلام ده مأثر فيها جامد. راحت طلعت لاوضه ليل وكانت عايزه تتكلم معاه، اتخبط ومحدش رد. راحت دخلت وبصت على السرير. ليل انت نمت؟ وقفت ثواني تشوف في رد ولا لا، وخدت نفس طويل بحزن وخرجت بره الاوضه وراحت لاوضتها. وليل سأل لحد ما وصل الفيلا وراح دخل، قربت منه دليده وكانت عماله تشمشم فيه. ايه يا حبيبتي انت بتعملي ايه؟ استنى. وكانت عماله تشمشم وهو عمال يضحك عليها وعلى شكلها المضحك. ده من الوحم برضو؟ لا. امال ده اسمه ايه بقى؟ اسمه ايه؟ بتاكد يا اخويا ان مفيش ريحه برفان كده ولا كده في هدومك، ده معناه انك ما حضنتش حد. في السليم يا حبيبي، تعالى في حضن مراتك يا غالي. ضحك عليها. بس انا بوست حد. رفعت حاجبها. نعم نعم. وده كده انك من عيله الحديدي؟ عايز التاكيد. بوست مين؟ اعترف يا ليل احسن لك. بص ده سامحها من دماغها. ضحكت. دي مش تعتبر خيانه يا شيخ؟ وقعت لي قلبي، حرام عليك والله حد يوقع قلب حد كده؟ ضحك. وش معنى دي بقى؟ ما هي ست برضو. ست، بس في مقام مامتك يا ليل، وهي بتحبك قوي ومستعده تعمل اي حاجه علشانك. عندك حق، بستغرب منها انها دايما عندها استعداد تضحي علشاني. امي نفسها ما عملتش كده، ودليده في سرها. لازم اتاكد من شكي وان سامحها ام ليل ولا لا، لازم اتاكد من ده. رحت فين يا دليده؟ ابدا يا حبيبي، معاك سرحت شويه بس مش اكتر. طيب يا حبيبتي انت كويسه ونونو كويس؟ احنا كويسين خالص خالص، بس النونو كان عايزني خليني اعمل افعال مجنونه وانا عماله اقول له لا ما ينفعش. انت برضه اللي بتقولي له لا ما ينفعش؟ انا يا حبيبي، امال مين؟ تقريبا هو اللي قالك لا يا مامي، علي كده ما ينفعش. تضرب رجليها في الارض بتفوله. مخصمك يا اللي اسمك جوزي. وكانوا عمالين يضحكوا مع بعض ويتكلموا سوا. مر اليوم عليهم بشكل طبيعي وعادي من غير اي احداث تانية. وتاني يوم صحوا يجهزوا نفسهم وفطروا سوا، وليل كان رايح على شغله. خلي بالك من نفسك. حاضر، وانت كمان يا حبيبتي. ومشي وراح على شغله، وافتكرت دليده ان عندها متابعه عند الدكتور نادر. جهزت نفسها وجهزت وخرجت ركبت العربيه عشان تروح المتابعه وتطمن على طفلها. وعند نيره جهزت نفسها ونزلت على تحت وقفتها تغريد. رايحه على فين يا نيره؟ رايحه متابعه الحمل. في حاجه ولا ايه يا خالته؟ لا تمام، اجي معاكي؟ مفيش داعي. خرجت ركبت العربيه وهي عليها مشغوله بتفكر، ووصلت دليده مستشفى نادر ودخلت. وفي نفس الوقت وصلت نيره قدام المستشفى الدكتور نادر.